ومن أصعب الحاجات اللي بتواجه البني آدم إنه يشيل هيمنة ربنا من الهموم. الله مهيمن على همومك، كل همومك في إيد ربنا سبحانه وتعالى. لو نجح الشيطان إنه يرميك في معركة الحياة لوحدك من غير ربنا في قلبك يعني، وإحساسك بتدبير ربنا لحالك، هموم الحياة هتاكل السلام النفسي. لأن كتير من الأوقات ما بتهجم عليك أحزان الماضي وتصرفات غلط عملتها قبل كده، وحد أذاك وما انتقمتش منه فتحس إنك أنت ضعيف، وخيانة حصلت في الماضي تحس إن الناس كلها جاية عليك، فربك يقول لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ده في السيناريو بتاع حياتك، في القدر، ده من عندي من فوق. ده بجد يا رب من عندك يعني، ده في قصتي؟ طب خلاص ما دام من عندك خلاص. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. كفاية أسية وحزن ياكلك وياكل السلام النفسي اللي جواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو تعمل لايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناه. والمشاهدات طبعا زي ما انتم عارفين انا عندي قليله جدا، لان الناس كلها حتى اللي بتفتح الفيديو بتفتحه وما بتكملش الفيديو للاخر. فلو سمحتوا كملوا الفيديو بحيث ان اليوتيوب يعتمدوا ويبان للناس، لان فعلا المشاهدات عندي قلة جدا، وهو ده اللي بيخليني ان انا ببقى بكسل ان انا اصور واعمل مونتاج للفيديو، وان انا بصراحة اعمل مجهود والناس ما فيش تفاعل. فلو سمحتوا يعني حاولوا يبقى فيه تفاعل شوية. وكل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة ان شاء الله على الجميع، كلها مليانة خير وبركة على المسلمين والمسيحيين وعلى أمة محمد كلها ان شاء الله. النهارده بقى هعمل زي ما قلت لكم. انا طول ما انا عندي الكيس الحراري ده بحس ان هو منجز في كل حاجه. عملنا فيه البطاطا، عملنا فيه الفراخ بتاعتنا، عملنا فيه البانيه، عملت فيه كذا حاجه. النهارده بقى هنعمل فيه شرايح اللحمه البفتيك او اللحمه المشويه بس في الكيس الحراري، وهتشوفوا شكلها عامل ازاي. التتبيله بتاعتها اول حاجه انا قطعت بصله وقطعت عليها طماطمايه وبعصر ليمونايه وبحط شويه خل وملح وفلفل اسود ورشه جوز الطيب. انا عندي جوز الطيب مطحونه، حطيت رشه صغيره. الناس اللي ما بتحبهاش او بتقول حرام انتوا مش بتستخدموها كتير، دي حاجه بسيطه كده ومش بنحطها كل يوم، فعادي ان هي تتحط. واللي مش حابب يحطها دي حاجه ترجع له، ممكن تشيلوها وتحطوا اي نوع بهارات انتوا حاطينه انتوا حابينه يعني. هبتدي بقى كده احط زي ما انتوا شايفين، حطيت الخل والليمون وبحط شويه زيت وحطيت الملح وهحط فلفل اسود وهحط رشه جوز الطيب، وهبتدي ان انا افرك الطماطم مع البصل كويس. اهم حاجه ان احنا نفركهم كويس بحيث ينزل السوائل بتاعتهم والميه بتاعتهم. طبعا حابين تحطوها في علبه وتقلبوا اللحمه عليها وتسيبوها فيها تمام. انا بحب ان انا اتبل الحاجه، انا هشوي في الكيس الحراري يبقى بتبلها في الكيس الحراري من قبلها بيوم زي ما هتشوفوا هنعمل دلوقتي. بحس ان ده افضل. وبقوم تاني يوم بحط صينيه فيها ميه وبحط الكيس الحراري زي ما هو كده، بيبقى اللحمه دبلت وخدت من طعم البهارات اللي احنا حاطينها، وببتدي ان انا ادخلها الفرن على طول. يعني انا حاسه ان دي اسهل طريقه. حطيت كمان بابريكا مدخنه، نسيت اقول لكم عليها، بس انا دلوقتي اهي حطيت بابريكا مدخنه، بتدي برضو ريحه حلوه وبتدي طعم حلو في الشوي بالذات. اهم حاجه بقى ان احنا لازم نفرك. طبعا احنا ايدينا نظيفه، احنا بنعمل اكلنا في البيت مش بنعمل اكل لحد. فانا لو بعمل اكل لحد ممكن ان انا البس الجلافز بحيث ان الناس برضو ما تبقاش حامل، لكن احنا طالما بنعمل اكلنا في البيت واحنا الحمد لله واثقين من نظافتنا ونظافه ايدينا فخلاص يعني. وكل الستات بيوت يعني بيعملوا اكل في بيوتهم بنفس الطريقه يعني. هنبتدي بقى كده. بصوا جبت الكيس الحراري بتاعي، هبتدي ان انا احط اللحمه كده بتاعتي ارصها الشرايح. انا جايبه لحم شرايح النهارده كده بفتيك. هبتدي بقى ان انا ارص اللحمه بتاعتي، وهفضل كل ما ارص طبقه اروح واخده شويه من البصل والطماطم ودي اروح حاطه عليها، واحط طبقه تانية واحط طبقه عليها بنفس الطريقه لحد لما اخلص الكميه اللي عندي كلها. هتشوفوا دلوقتي. اهم حاجه لو وصلت لحد هنا
ولسه ما عملتوش اللايك اعملوا اللايك عشان يدعم القناة شوية ويوصلها لأكبر عدد من الناس، والناس كلها تشوف الفيديو بتاعنا ان شاء الله. فدلوقتي بقى هبتدي اخلص كده كل الكمية اللي عندي من اللحمة ومن البصل والطماطم اللي عندي بنفس الطريقة. رصة لحمة وفوقيها اهو كده. بصوا انا كده خلاص خلصت رصة اللحمة، وخدت رصة من البصل والطماطم كده فوقيها، وهبتدي احط رصة تانية من اللحمة واحط تاني فوقيها بصل لحد لما اخلص كل الكمية اللي عندي. وساعتها بقى هنربط الكيس بتاعنا بالحزام طبعا بتاعه لحد ما اخلص كده بنفس الطريقة. وبعدين هجيب اللي هو الحزام بتاع الكيس الحراري ده اللي هو بيبقى معاه في نفس العلبة، هبتدي ان انا اجيبه كده واقفل، اطلع منه الهواء واقفل عليه كويس بحيث ان هو يكتم لنا يكتم لنا البخار بتاع اللحمة. والبخار ده هو اللي بيسوي اللحمة، لان اللحمة انا مش حاطة فيها مية ولا حاطة فيها اي سوائل. نفضل كده نحط كل الطبقات لما نخلص كل الكمية بنفس الطريقة. احط رق لحمة وشوية بصل وطماطم ولحمة وبصل وطماطم على كده لحد لما اخلص كل الكمية. وبعدين اروح قافله الكيس الحراري بتاعي كويس، لان قلت لكم دي ما فيهاش ولا ميه ولا فيها سوائل، فالبخار بتاع الكيس هو اللي بيسوي الحاجه كويس. وهتشوفوها هتطلع مستويه ازاي وزي الزبده. اهم حاجه بس ان احنا نربط الكيس بتاعنا ونجيب صينيه نحط فيها ميه، عشان لما ما بنحطش فيها ميه الكيس اوقات بيتقطع، وغير كده وكده الصينيه بتتحرق. فالافضل ان انتوا تحطوا ميه فيها. فدلوقتي بقى خلاص هنبتدي بقى ان احنا نعدل الكيس بتاعنا ده كده. بصوا بعد ما حطيت الكميه كلها هحط برده تحت خالص في الشويه اللي انا عملتهم الاول، هحط برده شويه من تحت. وبعدين هروح مفضيه بقى السوائل اللي اتبقت كده في شويه من البهارات والطماطم وكده، هفضيها برده في الكيس وهقفله بقى كويس وهسيبها في التلاجة كده من بالليل. بصوا الكيس كمان هيخليها تتبل كويس من بالليل. بصوا فضيت بقى كده كل اللي اتبقى، وهنربط الكيس بتاعنا ونسيبها بقى في التلاجة لحد تاني يوم. وهنقوم تاني يوم نحطها في الفرن. طبعا بنولع الفرن على درجة حرارة عالية بحيث ان هي يعني تعمل البخار بسرعة وتبتدي تنزل السوائل بتاعتها. بصوا زي ما انتم شايفين اهي كله دخل في بعضه. هبتدي بقى ان انا اربطها كده كويس وهسيبها في التلاجة، وتاني يوم هقوم اولع الفرن واحط الصينيه بتاعتنا. وهتشوفوا بقى شكلها دلوقتي. بصوا ده القفل اللي بيبقى مع الكياس، بنحطه كده وبنقفله كده جامد بحيث ان هو ما يتفكش مننا. هبتدي بقى كده اسويها وهنشوف بقى دلوقتي بعد ما استوت هتطلع عامله ازاي ومستويه وبتتقطع بكل سهوله، ما خدتش وقت ولا مجهود. اللحمه البفتيك بالذات لما بنيجي نعملها بره الكيس الحراري بتنشف بسرعه. بصوا دي هتشوفوها ولا ناشفه ولا فيها اي حاجه. بصوا هنا بعد ما طلعت اهو. بصوا الميه اللي في الصينيه دي ملناش دعوه بيها خالص. الكيس مفروض نفتحه لو فيه شويه ميه بنسيبها تنشف. بس انا هوريكم دلوقتي هي كمان ما فيهاش سوائل كتير لان احنا مش حاطين ميه. بصوا بقى اللحمه كانت عامله ازاي، طالعه زي الزبده، ما خدتش وقت. لما بصوا بتتقطع، هي سخنه طبعا بتتقطع بكل سهوله. هي بصوا باينه ان هي مستويه زي الزبده وبتتقطع بكل سهوله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو انا بنزله. وبصوا المستويه خالص. زي جبت لكم برده قطعه كبيره بتتقطع بكل سهوله. استنوا الفيديو الجاي. مع السلامه.